حبايبي اهي الفراخ اتقلت وطلعت اهي. بسم الله ما شاء الله. شوفوا القرمشه معايا، شوفوا التعريج وشوفوا القرمشه، شوفوا القرمشه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي حلوين، عاملين ايه؟ النهارده ان شاء الله من مطبخ منا هنعمل فراخ الكنتاكي بكل اسرارها، بسر التعريجه بتاعتها، نتكلم على كل سر فيها ان شاء الله. هنسمي كده مع بعض بسم الله. عندنا اول حاجه 3 كوبايات حليب، 3 كوبايات حليب هننزل فيهم بحوالي ربع كوبايه عصير ليمون اهي زي ما احنا شايفين كده. والتوابل معانا هي تبقى عباره عن معلقه سكر صغيره، معلقه ملح، فلفل اسود، زنجبيل، بصل بودر، كاري، توم بودر، بابريكا، كزبره ناشفه، كركم، قرفه، مرقه فوريه، زعتر. دي كلها التوابل اللي احنا هننزل بيها في الحليب اهي كلها. هنقلبها بقى كويس كده. على فكرة التوابل ديت يعني لو في صنف او 2 مش موجودين معاكي يعني مش ما توقفيش عليهم، الحاجة اللي مش موجودة عندك ما توقفيش عليها. وممكن نحط معلقة زبادي مع اللبن الحليب، مش موجود خلاص برضه مفيش مشاكل. نوع 2 من التوابل مش موجود هتمشي برضه مفيش مشكلة، بس اهم حاجة ان عصير الليمون تكون كميته كبيرة شوية معاه. احنا بقى عندنا فرخة اهي متقطعة ومغسولة، وعندك لازم تقطعيها كده وتفتحي فتحات كده. الفتحات دي مهمة كده، فتحات اهيت علشان ايه؟ التتبيلة تنزل فيها. هنسمن كده بسم الله. كل حتة لازم تفتحيها الفتحات دي كده اهي. هننزل بقى بالفرخة كلها كده متفتحة اهيت. صلوا على رسول الله. على فكرة كانت في حاجة من اسرار كنتاكي بتتحط مع التتبيلة، بس هي مش هتنفع دلوقتي عشان هي تعتبر مقاطعة، وهي نص كوباية 7 اب. طبعا انا ما حطيتهاش عشان هي مقاطعة، فمش لازم. انا زودت الليمون بدالها شوية، انت بقى ممكن تزودي الليمون شوية. التتبيلة دي بقى كل ما قعدت فيها الفراخ كل ما بقت احسن، يعني قعدها 3 ساعات احسن من 2. فانا بقى ان شاء الله هبيتها في التلاجة لبكرة ان شاء الله. نشوف بقى هنعمل فيها ايه سوا مع بعض باذن الله. انا هنا يا حبايبي الفراخ باتت ليلة في التتبيلة بتاعتها اللي احنا تبلناها سوا، وطلعتها صفيتها منها تمام كده. هنيجي بقى هنا هنعمل الدقيق بتاع الفراخ. الدقيق احنا معانا التوابل اللي احنا حطيناها في التتبيله كلها، زياده عليها الفلفل الابيض. ده من اسرار نجاح الفراخ، الفلفل الابيض ده زياده. دي نفس التوابل اللي احنا حطيناها في التتبيله بتاعتها اللي بيتناها فيها ليله كامله. وزياده عليها برضو معلقه بيكنج باودر، وزيادة برضو حبة 11 إبهار، معلقة 11 إبهار، ونص كوباية نشا. دي نص كوباية نشا. هنقلب الخلطة دي كلها كويسة كده مع بعض. يبقى احنا زودنا الفلفل الأبيض، البيكنج باودر، 11 إبهار زودناها في الدقيق تمام كده. هنا بقى معانا طبق تاني. الطبق ده اللي كانت فيه الفراخ المتبله، طلعت منه الفراخ وحطيت فيه ميه متلجه، ميه بتلج. دي ميه بتلج معايا. خدي بالك بقى عشان الخطوه اللي جايه دي مهمه. احنا معانا الفراخ اهي، هنطلع الفراخ نتبلها كويس هنا في الدقيق.
الخطوة دي بقى اهم حاجة بقى، هي اللي بتعمل التعريجة معاكي. اهم حاجة ان الفراخ تشرب كويس خالص من الدقيق، وتضغطي عليها كده وتصبري عليها شوية. يعني ممكن يعني عايزة تقلبي الفراخ دي اقل حاجة لمدة 10 دقايق بالطريقة دي كده، لمدة 10 دقايق تقلبيها في الدقيق كويس كده خالص، تشبعيها كويس خالص من الدقيق حتة حتة كده. هنا يا حبايبي اهو بنقلب فيها بقى 10 دقايق كده، ونخلص كده ونطلعها هنا يا حبايبي اهو اخر حتة معايا اهي. نمسك بقى اللي انا طلعته ده هنا، ننزله في المية التلج كده دقيقة واحدة كده، ونصفيه ونرجع تاني بالدقيق. ننزل هنا كده في المية كده، صفيه ورجعه تاني في الدقيق كده، ويرجع تاني في الدقيق. نفس الطريقة برضو تشبعيه بالدقيق كويس. عايزاكي تصبري شوية في الخطوة ديت، لان هي دي اهم خطوة، هي دي الخطوة اللي بتعمل معاك التعريجة بتاعت الفراخ كنتاكي. هي الخطوة دي مهمة جدا وعايزة صبر شوية. بقية الكمية برضو في المية كده، ان برضو تقلبي فيها برضو 10 دقايق تاني بنفس الطريقة كده. هتعملها برضو كمان مرة، دي تاني مرة في المية اهي، يبقى مرتين في المية. تاني مرة اهي معانا في المية. هتلاقي كده ان بدأت التعريجة ظهرت معاك اكتر. بصي بدأت تظهر التعريجة معانا اكتر اهي. هنعمل برضو الكمية دي كلها كده في المية. شوفوا يا حبايبي شربت كمية الدقيق كلها والنشا اللي كانت معانا، والتعريجة بانت اهي معانا اهي. شوف التعريجة بانت معاك اهي. يبقى احنا حطيناه كده مرتين في المية. ماشي، المرة الثالثة بقى ان شاء الله، يعني انا كده محطة الزيت على النار. الزيت هيكون في حاجة ضيقة ملمومة، يا ريت تكون حلة وتحطي اكتر من ربعها زيت عشان هيفور معاكي. كمية زيت كتيرة، وتعملي كده بقى تحطي في المية دي اخر مرة بقى، تحطي في المية كده وتطلعي على الزيت على طول ونشوفه مع بعض. هنا يا حبايبي اهي الفراخ اتقلت وطلعت اهي، بسم الله ما شاء الله. شوف القرمشة معايا، شوف التعريج وشوف القرمشة، شوف القرمشة. عايزاكم تجربوها وتقولوا رايكم ايه، بتعملوا اشتراك في القناة وتعلقوا لي وتقولوا رايكم ايه.